السلام ورحمة الله. تفضل بالجلوس. تفضل بالجلوس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wasabahal khair lijami'il mutaqaddimin al-hadirin al-yawm. Ismi Muhammad Amjad Hakimi wa ana muwazzifun fi Maktab Tarbiyah wa Ta'lim bi Terengganu. Wa hadha al-yawm sa'aqumu bi ijra'i al-muqabalah ma'akum li wazifatil muallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adam Zuhdi bin Zulkifli wa ana ahadul muhawirin fi hadhihi al-muqabalah. أهلا وسهلا بكم وأرجو منكم أن تكون المقابلة اليوم مفيدة وناجحة للجميع. وأتمنى لكم التوفيق ويمكننا أن نبدأ الآن. طيب، أولا نبدأ بتعريف كل واحد منكم نفسه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Faris Farhan bin Abdul Aziz, umri 22 sana. Ana min Kota Baru Kelantan wa ana talibun min Jami'ah As-Sultan Zainal Abidin fi Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aminu bin Muhammad Rabzi. Ana min Kuala Terengganu. Umuri 22 sana. أدرس في جامعة الأزهرية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Mifzal Mikail bin Abdul Rauf. عمري 22 سنة. أدرس في الجامعة ملايا وأنا من بنانج. أحسنتم. في البداية السؤال الأول، لماذا اخترتم مهنة التدريس التعليم؟ خير. اخترت منهم التعليم لأنني أحب مشاركة العلم ومساعدة الطلاب على تحقيق النجاح في الدراسة والحياة. فالمعلم ليس فقط من يدرس، بل وأيضا من يوجه في بناء شخصية الطلاب. شكرا على السؤال. إلي من رأيي اخترت مهنة التعليم لأنني أحب تعليم الطلاب ومتابعة تطورهم من وقت إلى الآخر. بإضافة إلى ذلك تعد مهنة التعليم مهنة نبيلة، لأن المعلم يلعب دورا مهما في إعداد جيل المستقبل متعلما وذا أخلاق حسنة وانضباط. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala Ustaz Amjad wa Ustaz Adam. في رأيي اختاروا مهنة التدريس لأنه مهنة الشريفة وهي أساس البناء المجتمع. أريد أن أشارك في تربية الأجيال القادمة ونشر العلم، كما قال الشاعر: قم المعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. حيوة. طيب، السؤال الثاني، لا شك ولا ريب أن المعلمة مهمة جدا في حياتنا، وكيف تتعاملون مع الطلاب المشاغبين في الفصل؟ خير. شكرا على السؤال. سأدير الصف باستخدام الأسلوب النفسي. فمن أمثلة ذلك وضع الإصبع على الفم للدلالة على وجوب السكوت. والثاني، سأقدم الهدايا للطلاب المنضبطين، وبذلك سيكون الطلاب أكثر حماسا لاتباع أوامر المعلم والحفاظ على حسن السلوك. طيب، أحاول أن أسيطر على الفصل المزدهم والصاخب بالحكمة والصبر، لأن المعلم النجيح لا يعتمد على الغضب فقط، بل على حسن التعامل مع الطلاب. أقوم بجذب انتباههم من خلال أساليب تعليمية مشوقة وأنشطة تفاعلية حتى يشعروا بالمتعة أثناء التعليم.
كما أدعو قواعد واضحة للنظام والاحترام منذ بداية الدرس، وأعامل جميع الطلاب بالعدل والاحترام. طيب، أعالج الضجيج في الفصل فإنني أنصحه بطريقة هادئة وإيجابية حتى يشعر بالمسؤولية ويحسنه سلوكه. طيب، أحسنتم على الجواب. تذكروا أن مهمة المعلم ليست فقط التدريس في الفصل، بل أن يكون قدوة للطلاب في أخلاق والكلام المحمودة. أتمنى أن تصبحوا معلمين ناجحين لا يخرجون طلابا متوفقين فقط، بل أفرادا ذوي أخلاق كريمان. طيب، في نهاية نشكركم جميعا على حضوركم في هذه المقابلة وعلى حسن إجابتكم. شكرا لكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.